أن العراق بات موقعا للتنوير والإشعاع الثقافي والفكري وقبلة للشعر والأدب، إلى أن المهرجان الشعري الدولي يؤكد على أهمية دور العراق الريادي حضاريا وثقافيا وإنسانيا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في الجلسة الرابعة من جلسات مهرجان حياة يا عرب. هذا المهرجان الكبير الذي لم يشهده العرب طيلة حياتهم. المهرجان يطوف في كافة الدول العربية. نحن ابتدأنا في جمهورية مصر العربية في جلسات وفي في 6 محافظات، وفي أكثر من 15 جلسة في جمهورية مصر العربية. ثم انتقلنا إلى، طبعا من ضمن الجلسات كانت في جامعة الأزهر العريقة وفي جامعة القاهرة كلية الهندسة وتكنولوجيا الطيران. ومن ثم انتقلنا إلى جمهورية لبنان، حيث الفسيفساء اللبناني الجميل المتعدد الطوائف والأديان والمذاهب، وغطينا في 9 محافظات مختلفة الطوائف والمذاهب والألوان الثقافية الأخرى. ثم انتقلنا بعدها في موسمنا الثالث وفي ثالث سنة إلى جمهورية تونس، حيث غطينا 9 محافظات، واعتذرنا عن 5 محافظات أخرى لضيق الوقت، حيث قضينا في تونس أكثر من شهر. وهنا اليوم نحن في الموسم الرابع في جمهورية العراق العظيم، في بلدنا العراق، وحيث العراق حيث الثقافة وحيث العراقة وحيث الأصالة، حيث أور وآشور وأبابل. هذا بلد الثقافة والحضارة، بلد أم الحضارات، مهد الحضارات العراق. لذلك نحن نغطي كافة المدن العراقية وكافة المحافظات وكافة الأقضية. بالنسبة لمهرجان حياة يا عرب، مهرجان حياة يا عرب يدعو العرب إلى نبذ العنف ونبذ الطائفية ونبذ العنصرية، ويدعو العرب إلى التسامح والتآخي والمحبة والحياة. ونحن بعد هذه الجلسة سوف نكون في بغداد في جامعة المنصورية، وفي جامعة بغداد في جامعة النهرين، ومن ثم في جامعة بابل، وفي جامعة كربلاء في جامعة أهل البيت، وفي جامعة الكوفة ربما، وهناك دعوات أخرى لتغطية البصرة وديالى. فقط هاتان المحافظتان لا يزال العمل جاري على تغطيتهما إن شاء الله. المهرجان سوف يغطي أكثر من 40 جلسة شعرية، ونحن نتلقف ونبحث عن الكفاءات الشبابية العربية والعراقية لتنميتها لكي تتواصل مسيرة الشعر ومسيرة الأدب العربي. شكرا لكم. الشاعر المهندس عباس شكر، عميد الشعراء العرب، رئيس مؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافي. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهذه التغطية، واحنا مسرورين. الاعلام دائما هو المشارك الفعال في كل المهرجانات. احنا اليوم نقول اي عمل ليس لديه وجود مهما كان. حقيقة الاعلام هو سباق التغطية، وشكرنا تقديرنا لكم. اليوم هذا المهرجان الشعر المحمود اللي قامت عليه مؤسسة فرسان الشعر العمود الثقافية، المؤسسات كل شاهد اليوم جروب إذا تخلى عن الدنيا من السعودية من مصر، إضافة شعراء العراقيين اللي حقيقة ساهموا مساهمة فعالة. أيضا هذه جهود مباركة من إخواننا القائمين على الشعر اللي هو يرأسه عباس شكر. هو أيضا مهندس وأيضا شاعر متميز، لديه كثير من المؤلفات. ندعو الله إلى هكذا مهرجانات. أخذنا على عاتقنا تهيئة الجمهور والمشاركة الفاعلة لنجاح هكذا مهرجانات في قضاء الحر. حقيقة كل يوم قضاء متميز، قضاء احترام الأطراف، قضاء ذو كثافة عالية.
فضاء عشائري وحقيقة فضاء متقدم حتى بالمشاريع والبنى التحتية. أيضا دائما نسعى أن نتقدم في كل المفاصل، إذا كان بالجانب العمراني، بالجانب كان الحسيني لخدمة المدينة الحسين في الماء ساهم بنجاح حقيقة. هذا المهرجان أيضا فكري لجمهورنا المتميز اللي حضر اليوم، حقيقة كان على دعوة بسيطة، لم ندعو أعداد كبيرة، فقط ما يملأ القاعة. لإخواننا القائمين على الفضائية الرقمية أبناء طيب، تحياتنا لكم مشكورين، تحياتنا للجميع. مشاهدينا الكرام، أحييكم من مهرجان حياة يا عرب الذي تقيمه مؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافية برئاسة مهندس عباس شكر عميد الشعراء العرب والشعر العراقي. وتحية خاصة من مصر أم الدنيا ومن بنت النيل، من أرض الكنانة لأهل العراق، أرض الشعر والنخيل. تحية خاصة لكل القائمين والعاملين من أجل الثقافة ومن أجل التنمية ومن أجل التلاقح الثقافي والفكري. وشكرا لحسن استقبال العراق، وأشعر أنني بين أهلي وفي وطني. عندما وطأت قدمي أرض العراق أشعر أنني في وطني، وأشعر أنني بين أهلي. شكرا لكم على حسن الاستقبال، شكرا لكم على التنمية الحقيقية التي تعملون من أجلها من خلال المؤتمرات والملتقيات والتلاقح الفكري الثقافي من أجل التنمية العربية. أنا منى رمضان، مذيعة باتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري، إذاعة البرنامج العام الإذاعة المصرية التي قالت هنا القاهرة. ومن القاهرة ومن أرض الكنانة أحييكم، حيث يعانق نهر النيل نهري دجلة والفرات، وتغازل أرض الكنانة أرض السواد. تحية خاصة للعراق، أرض التاريخ وحضارات الدنيا. ودائما أؤكد أن مصر والعراق نبض واحد، بيننا مشتركات كثيرة جدا جدا، منها العلم والثقافة والتاريخ. عرفنا العراق من خلال عظمائها ومن خلال روادها ومن خلال شعرائها. وأيضا مصر عرفت ودخلت لبيت كل عربي من خلال عظمائها وروادها. والآن نكمل مسيرة التنمية، مسيرة العطاء للوطن من خلال هذه الملتقيات والمؤسسات. شكرا لمؤسسة فرسان عمود الشعر الثقافية برئاسة المهندس عباس شكر عميد الشعراء العرب، لأنه أتى بنا إلى هنا. أنا أول مرة أزور العراق. الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق ثم هدى، والصلاة والسلام على من جعلهم هداة لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأوصياء. حقيقة مهرجان كل ما نرى اليوم من هذه اللحمة وهذه الأعداد الجميلة والطاقات الأدبية والثقافية من الشعراء العرب الذي يحملون من الطاقات والقصائد الجميلة. هذه المهرجانات إن كانت تعبر عن مدى حقيقة ثقافة الأمة وبناء الأمة. الأمم اليوم لا تبنى إلا عن طريق العلم والثقافة والشعر. ليس غريب على مدينة كربلاء، هي مدينة الشعراء، مدينة شعراء الإمام الحسين. هذه المدينة التي حوت على فطاحلة الشعر، وخاصة مناطق الجنوب وما استأثرت به من الشعراء اليوم تحوي هذه الكم الهائل من الشعراء العرب. ونرجع إلى خاصة الجزيرة العربية، وهي هذه منطقة اللي ترجع إلى شعراء المعلقات والتي ترتبط بالشعر العربي، والذي كان هو إعجاز لتلك المنطقة وهي الجزيرة العربية بما لها أو تحوي من تلك الشعراء على مر التاريخ. الأديبة والإعلامية آمنة الأسدي. بأهمية دعم الإبداع الفكري والثقافي الإنساني، تعميق لثقافة الحوار وتنوير لسبل التفكير الهادف البناء لتنمية واستقرار الشعوب. الله عليكم ورحمة وبركاته. تحية طيبة من مصر أرض الكنانة إلى أرض العراق وشعبها الطيب. شاعر محمد متولي الشريف من مصر العربية. أتيت إلى أرض العراق مشاركة في مهرجان حياة يا عرب برعاية الشاعر المهندس عميد الشعراء عباس شكر.
وقد كانت هذه الجولة الثانية لي في أرض العراق، كانت الأولى في محافظة كركوك الجميلة والآن في أرض كربلاء العز، وإن شاء الله يطوف المهرجان جميع أنحاء العراق. شكرا لكم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، شكرا لكم. الشاعر محمد متولي الشريف من مصر العربية. اهتمت القصائد في مواضع متنوعة منها حب الوطن، وابتعدت عن التطرف الطائفية، إنما يدل على توجه الشعراء نحو الابتعاد عن أخطار الفتن التي تحاول النيل من وحدة العراق والأمة العربية. من كربلاء المقدسة للرقمية نيوز، هادي الطاهر.